احنا النهارده هنتكلم عن هاتف من شركة ريلمي. اول ما تشوف الهاتف ده هتبقى مش عارف تحكم عليه، الهاتف ده حلو ولا وحش. بيقدم مواصفات حلوة جدا وفي نفس الوقت في عيوب غريبة. اعمل لايك واشتراك، عايزين نوصل 200,000 مشترك في نهاية السنة. ويا اهلا بيكم مشاهدين ومتابعين قناة موب بي سي. احنا النهارده هنتكلم عن هاتف الريلمي السي 75 ال 5G. هنتكلم عن كل مواصفات الهاتف، المميزات، العيوب، السعر، وكمان المقارنة اللي هتكون في النهاية. اعمل لايك واشتراك ويلا بينا نبتدي. في موب بي سي تقدر تشوف مواصفات والسعر ومميزات وعيوب كل موبايل، وكمان مقارنة مع افضل منافس ليه. كل ده في فيديو واحد. نشوف اول حاجه تصميم الهاتف، وشكل التصميم هنا رايق قوي بشكل مش طبيعي. شكل التشبيحات كده اللي تحسها معموله في فرشه دهان كده، تحسها مرسومه في فرشه كده، شكلها رايق. تصميم عاجبني بشكل مش طبيعي، شكله حلو قوي وجامد، والتشبيح ده يعني واخد نظري كده. طبعا هي في الاخر اذواق يعني. خامات الهاتف هنا كلها بتيجي من البلاستيك. وخلونا نبص بصة على الشاشة اللي هنا جايب حجم 6.67 من 100 بوصة، جودتها HD بلس وبدقة 1604 في 720 بكسل مع معدل كثافة بكسلات 264 بكسل لكل انش. والشاشة هنا نوعها IPS LCD ومعدل التحديث 120 هرتز، والسطوع بتاع الشاشة 625 شمعة، وغالبا مفيش طبقة حماية على الشاشة. الشاشة هنا للأسف مش الأفضل تماما في السعر ده، ودي من الحاجات اللي تقدر تقول عليها عيب في الموبايل ده. بس ده طبعا علشان الموبايل بيقدم 5G في هاتف اقتصادي، فبيكون فيه تضحيات. فالشاشة الصراحة مش الأفضل في السعر ده. هي 120 هرتز هتمشي الدنيا شوية، ولكن بالنسبة لفئة الهاتف وبالنسبة للمنافسين اللي هم 4G مش الأفضل تماما. وزي ما قلت طبعا عشان ده بيضحى علشان ال 5G. نتكلم بقى عن اداء الهاتف او المعالج. والمعالج هنا هو الميديا تك ديمنسايتي 6300 اللي بيجي بدقه تصنيع 6 نانو. والمعالج ده بيعادل اداء معالج السناب دراجون 695، نفس الاداء تقريبا. والمعالج هنا الصراحه بالنسبه لفئه الهاتف ممتاز، حلو جدا وممتاز بالنسبه للمنافسين اللي في نفس السعر. هيقدم لك اداء كويس جدا في المهام اليوميه، تصفح، تنقل بين التطبيقات، يوتيوب، مكالمات، فيسبوك، الكلام ده كله. وكمان هيقدم لك اداء جيد في الالعاب. بالنسبة لفئة الهاتف وبالنسبة للمنافسين فهو بشكل عام كويس جدا وحلو. الجهاز جاي بنسختين، الأولى ال 128 جيجا مع 4 جيجا رام، والثانية ال 128 جيجا مع 6 جيجا رام. والجهاز بيدعم تركيب كارت ميموري خارجي في منفذ مخصص. بالنسبة للكاميرات فالهاتف بيجي بكاميرا واحدة خلفية وهي 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f1.8، وتقدر تصور فيديوهات من الكاميرا الخلفية 1080 30 فريم في الثانية. وكاميرا الهاتف الأمامية بتيجي 8 ميجا بكسل وبتصور فيديوهات 1080 30 فريم في الثانية. طيب نتكلم بقى عن بطارية الهاتف اللي هنا جاب حجم ممتاز 6000 ملي أمبير. بطارية كويسة جدا وحجم ممتاز وهتقدم لك أداء كويس، بالإضافة إنها بتدعم الشحن السريع بسرعة 45 واط، ودي سرعة ممتازة وكويسة في السعر ده. الهاتف جاي باندرويد 15 وما بيدعمش NFC. بيدعم منفذ السماعات، منفذ الشحن بيجي من نوع تايب سي. سماعات الجهاز ما بتدعمش الاستيريو. والهاتف بيدعم مقاومة للماء والغبار بشهادة IP64. والهاتف مقاوم للصدمات والكسور من مسافة 2 متر، وبيدعم خدمات الجيل الخامس. والوان الجهاز هم الابيض والبنفسجي والاسود، وكلهم مشبحين زي ما انتوا شفتوا. والجهاز بيدعم البصمة وموجودة فيه زرار الباور. معلش ثانية من وقتك، وقبل ما نخش على المميزات والعيوب والسعر وكل الحاجات الباقية، معلش ثانية من وقتك اعمل اشتراك لقناة موب بي سي. احنا بنتعب جدا علشان نقدم لكم المحتوى ده وبياخد وقت ومجهود، فاللايك بتاعك والاشتراك مش هياخد منك ثواني ولكن هيفرق معانا جدا. ويلا بينا نكمل. طيب نتكلم بقى عن مميزات الهاتف. المعالج الصراحة كويس جدا وقوي على الفئة دي. بالنسبة للمنافسين فهو ممتاز. البطارية والشحن السريع الاتنين كويسين جدا، بالذات الشحن السريع سرعته ممتازة في السعر ده. الهاتف بيدعم خدمات الجيل الخامس. طيب بالنسبة للعيوب، الشاشة زي ما قلت هي 120 هرتز ولكنها مش الأفضل في السعر ده. برضو الكاميرات في الهاتف ده مش الأفضل بالنسبة للمنافسين، يعتبر أقل حاجة بالنسبة للمنافسين ال 4G طبعا. طيب بعد ما شفنا كل مواصفات الهاتف، وقبل بقى ما نخش على المقارنة اللي هتكون في النهاية، خلونا نعرف السعر. بس خد بالك ان السعر في مصر وفي السعودية اسعار احنا متوقعينها. الاسعار دي لنسخة ال 128 جيجا مع 6 جيجا رام. الهاتف نزل رسميا في الخارج بسعر $165. السعر متوقع في مصر 10000 جنيه. السعر متوقع في السعودية 700 ريال. طيب كده كويس قوي، بس لو الجهاز ده مش عاجبني ايه بقى المنافس بتاعه في نفس السعر؟
هقولك عندنا هاتف الشاومي ريدمي النوت 14 ال 4G. الهاتف ده هو اقوى منافس للريلمي سي 75 ال 5G. فاحنا هنخش على مقارنه سريعه بين الجهازين، ولكن قبل المقارنه حابب اقول لك ان احنا عملنا مراجعه كامله للشاومي ريدمي نوت 14 ال 4G. لو انت تحب تشوف المراجعه دي هتشوفها من الاي اللي هتظهر لك فوق دلوقتي. احنا اول حاجه هنقارن المعالجات، وهنا معالج الريلمي هو الميديا تك ديمنسايتي 6300، ومعالج الشاومي هو الميديا تك هيليو جي 99 الترا. وهنا اداء الاثنين متقارب جدا من بعض. ريلمي جايب شاشه اي بي اس ال سي دي جوده اتش دي بلس ومعدل تحديث 120 هرتز، وشاومي جايب شاشه اموليد جوده 1080 ومعدل تحديث 120 هرتز. وهنا شاشه شاومي تتفوق وبفرق كبير كمان. ريلمي جايب بطاريه 6000 ملي امبير وشحن سريع 45 واط، ولكن شاومي بطاريه 5500 ملي امبير وشحن سريع 33 واط. وهنا ريلمي تتفوق. وريلمي الكاميرات فيها مش الافضل خالص في السعر ده، ولكن شاومي الكاميرات بتاعته كويسه جدا في السعر ده. وهنا شاومي تتفوق. ريلمي بيدعم خدمات الجيل الخامس ولكن شاومي 4G فقط، وهنا ريلمي تتفوق. تعال نشوف فرق السعر ما بين الجهازين، مع العلم ان سعر ريلمي ده متوقع لانه لسه منزلش مصر، انما سعر شاومي في مصر ده رسمي. سعر ريلمي المتوقع نسخه ال 128 جيجا مع 6 جيجا رام 10000 جنيه. سعر شاومي الرسمي نسخة ال 128 جيجا مع 8 جيجا رام 9500 جنيه. في نهاية الفيديو لو عندك اي هاتف معين محتاج ان احنا نعمل له مراجعة اكتب اسمه في التعليقات، ومستنى رأيك في هاتف الريلمي سي 75 ال 5G. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة.